نتيجة مباراة الهلال ضد نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا. نجح الهلال في الانتصار على نساجي الإيراني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض. تقدم الهلال بشكل مبكر في النتيجة بعدما دخل منذ الدقيقة الأولى بقوة نحو البحث عن هز شباك الضيوف لمنع أي مفاجآت في اللقاء، وبالفعل نجح البرازيلي ميشيل ديلجادو في افتتاح النتيجة في الدقيقة الرابعة بعد تلقيها عرضية من الجانب الأيسر من محمد البريك. وخرج الهلال من الشوط الأول متفوقا بهدف نظيف، في الوقت الذي حاول فيه الفريق الإيراني تعديل النتيجة في ال4-5 دقيقة الأولى، إلا أن دفاع الزعيم والحارس ياسين بونو وقفوا بالمرصاد. ومع مطلع الشوط الثاني أجرى خورخي جيسوس أول تبديل بمشاركة الحارس حبيب لوطيان من على مقاعد البدلاء على حساب ياسين بونو بعد تعرضه لإصابة عضلية وشعوره ببعض الآلام في الشوط الأول. وعاد الهلال لهز شباك الضيوف بالهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 54 من صناعة عبد الله الحمدان، والذي قدم له تمريرة خيالية وضعته في انفراد تام بالمرمى. وأصبح سالم الدوسري بفضل هدفه أمام نساجي الهداف التاريخي لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا برصيد 19 هدف، متفوقا على ياسر القحطاني برصيد 18 هدف. كثف فريق نساجي هجومه على الهلال للعودة في النتيجة، وبالفعل وعند الدقيقة 44 سجل محمود قائد رحمتي هدف تقليص الفارق في شباك حبيب لوطيان، ليعيد الآمال من جديد للفريق الإيراني. وفي الدقائق العشرة الأخيرة حاول نساجي تسجيل هدف التعادل، إلا أن الهلال حافظ على تقدمه لينهي اللقاء لصالحه بالانتصار بهدفين مقابل هدف. وبهذه النتيجة يرفع الهلال رصيده للنقطة 16 في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد فريق نساجي الإيراني عند 6 نقاط فقط في المركز الثالث.